يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم ده فيه زوايا مخفية وحاجات بتحصل بعيد عن عينك مستحيل عقلك يصدقها. النهاردة هنشوف عجائب حقيقية، من أول تقاليد في الهند بتهد كل قواعد المنطق، ولحد ما نوصل لبشر قرروا يرجعوا لغريزة الوحوش وبياكلوا اللحمة وهي نية زي الزومبي. ومش بس كده، ده احنا هنشوف مهارات مرعبة لأطفال كسروا كل قوانين الطبيعة وقدرات ملهاش أي تفسير. ركز معايا كده وجهز نفسك، عشان اللي هتشوفه ده هيخليك تعيد تفكير في كل اللي كنت فاكره طبيعي. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب أنواع الطاعة اللي موجودة في الهند واللي مش موجودة في أي مكان تاني. أي واحدة متجوزة في الهند لازم تغسل رجلين جوزها وكمان تشرب المية. أيوة زي ما انت شايف كده. ودي من الحاجات الغريبة اللي موجودة لغاية دلوقتي في الهند، والبنت لازم تعمل كده علشان تاخد منه البركة. وعشان تبقى عارف، الحركة دي عندهم طقس مقدس اسمه باتي بوجا، يعني الست بتعامل جوزها كأنه إله أرضي. والهدف من الحركة دي عندهم هو إظهار قمة التواضع والوفاء للبيت. ومن تقاليد الهند نروح لنوع غريب جدا من العلاج اللي بدأ ينتشر في العالم. تعال بقى نشوف أغرب أنواع العلاج الطبيعي اللي انتشر في العالم دلوقتي، واللي هو عبارة عن نحل. أيوة يا سيدي، الحشرة الصغيرة دي بيقولك إنها بتشفي من أمراض كتير، عشان كده عملوا لها مراكز. وعلى فكرة الموضوع مش مجرد وجع وخلاص، العلم بيقول إن سم النحل ده فيه مادة اسمها ميليتين، ودي بتعتبر أقوى مضاد للالتهاب في العالم، وبتحفز الجهاز المناعي إنه يشتغل بأقصى طاقته. يعني القرصة دي هي البنزين اللي بيخلي جسمك يحارب المرض بنفسه. ولو فاكر إن ده أغرب حاجة، استنى لما تشوف الناس اللي بتاكل اللحمة وهي لسه نية. تعال بقى النهاردة أوريكوا الزومبي اللي بيعيشوا مع البشر. الناس دلوقتي بتعمل حاجات غريبة، ولو انت فاكر ان الزومبي موجود في أفلام الخيال العلمي بس تبقى غلطان. دلوقتي الناس بتاكل اللحمة نية، مش عايزك تستغرب، ده بقى ترند ومنتشر في العالم. وعلى فكرة الموضوع ده مش بس مقرف، ده انتحار رسمي. اللحمة النية دي بتبقى بيت مفتوح لأنواع بكتيريا كتير زي السالمونيلا والإيكولاي، وممكن تسبب تسمم غذائي يدخلك العناية المركزة في ساعات. ده غير الديدان الشريطية اللي بتعيش في جسمك وتشاركك في أكلك وشربك، يعني انت بتاكل السم بإيديك. ومن الأكل الغريب نروح للعضلات والحديد والقوة اللي بتكسر كل التوقعات. تعال بقى نشوف أغرب ست ممكن تشوفها في حياتك، أقوى امرأة في العالم. زي ما انت شايف كده، القوة اللي عندها والحديد اللي بتشيله ده مش طبيعي. دي مش ست عادية، دي بتشيل أوزان في رجالة كتير ما تقدرش تشيلها. وعشان تبقى عارف، الست دي هي ليزا ليون، أيقونة كمال الأجسام اللي غيرت خريطة الرياضة في العالم. ليزا كانت ملهمة للفنانين والمصورين، وقدرت تثبت إن العضلات والقوة مش حكر على الرجالة بس. الست دي هي اللي خلت العالم كله يغير نظرته للياقة البدنية للستات من السبعينات ولحد النهاردة. ومن قوة الحديد وعضلات الأساطير نروح لسرعة البرق في جسم طفل. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب طفل في الأرجنتين، واللي جنن العالم كله بقدراته اللي مش طبيعية. الطفل اللي قدامكوا ده بيلعب رياضة الملاكمة، ولكن غريب جدا، عنده سرعة رهيبة، بيقدر يسدد لكمات في أسرع وقت ممكن تشوفه في حياتك. وعلى فكرة البطل الصغير ده هو كيران كويست، الملقب بالبرق الأرجنتيني. كيران مش بس طفل موهوب، ده بقى علامة مسجلة في عالم الملاكمة بسبب تدريباته القاسية على جهاز البوكسينج بار، لدرجة إن سرعة رد فعله خلت أبطال عالميين ينبهروا بيه. تخيل إن الولد ده بيمرن عضلاته وعينيه على سرعات ما بيتحملهاش المحترفين، معجزة بجد. ومن أصغر بطل أرجنتيني نروح لأغرب لوحات في العالم. تعال بقى أوريك أغرب طريقة للطباعة انتشرت دلوقتي، وهي الطباعة المائية. أيوة يا سيدي، أي رسمة أنت عايزها بيعملها لك على وش المية بالطريقة اللي أنت شايفها قدامك. وعلى فكرة التقنية المتطورة دي اسمها هايدرو ديبينج. السر كله في أفلام مطبوعة جاهزة أو بخاخات ألوان معينة بتطفو على وش المية وبتعمل طبقة رقيقة جدا، وأول ما بتغطس فيها أي جسم ثلاثي الأبعاد زي ما شفت كده على دراع الراجل، الرسمة بتلف حواليه وبتغطيه بتفاصيل معقدة مستحيل تتعمل بالإيد. تكنولوجيا بجد غريبة. آدي يا سيدي العالم اللي بنعيش فيه، مواهب تخض وعجايب بجد توقف العقل. كل مشهد شفتوه النهاردة بيقول إن مفيش سقف للقدرات البشرية ولا للإبداع. دلوقتي الكرة في ملعبكم، إيه أكتر لقطة خلتكم مش مصدقين إن ده بيحصل بجد؟ انزلوا اكتبولي في التعليقات واضربوا اللايك المتين، عشان اللي جاي أغرب بكتير. سلام.